الصباح صباحكم يا رجاله، والهوا هواكوا، وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكوا. تمام، ركزوا بقى يا رجاله معايا. تمام، عشان الفيديو ده فيه معلومه مهمه تخص الشبابات العيال الصغيره، بس هنرجعوا كده واحده واحده لقدام بالفكر مع بعضينا لمعلومه تخص الشبابات. تمام، زي ما اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت يا رجاله، قلنا اختيارك للشبابات اللي انت هتسكنهم بيبان، واختيارك للشبابات اللي انت هتخليهم واللي ملهوش لازمه ينزل. قلنا الفرد الجرار والفرد الاخرس والفرد اللي ينزل بابه على طول. تمام، ارجع كده معايا يا باشا للفيديو اللي فات. تمام، ونشوفوا الكلمتين دول ايه المعلومه اللي فيهم. لما هتيجي تحفظهم بيبان في الاول فيهم فرد هيصوم، وفيهم فرد هيفضل متمسك ببابه القديم اللي كان متربي فيه وهو صغير وكل يوم يطلع منه، وفيهم فرد اول يوم او اول يومين هيتكلف في الباب، هتبص تلاقيه في يوم وليله باشا حفظ الباب. والفرد اللي هتفضل فاتح له الباب ومش هيرضى يطلعه ويفضل متمسك بمكانه القديم اللي كان متربي فيه، ركز للكلام. تمام، وفرد الحمام اللي هتحط له الكلفه هيروح ياخد طنقرتين ويسيب لك الكلفه. التلات حمامات اللي احنا اتكلمنا فيهم يا رجاله، قلنا الاخرس والجرار وهينزل بابه على طول في فتره تسكينهم للبيبان. وصلت يا باشا؟ تابع الخطوات دي لما تيجي تحفظ كده حمامتين جداد البيبان يكونوا زغاليل عندك ويبداوا اللي هم يتشببوا ويجي عليهم سن تحفيظ البيبان. تابع يا باشا فرد الحمام من اول لما هتاخده من السلاكه لحد ما تبدأ تحفظه الباب ويبدأ يطمن وتبدأ تجر عليه يطلع على طول زي الطلقة منه وينزل من الظهر على بابه. تابع الخطوات دي مع فرد الحمام، تابع الخطوات دي مع فرد الحمام. شوف فرد الحمام اللي هيسكن باب بسرعة، وشوف فرد الحمام اللي مش هيرضى ياكل، وشوف فرد الحمام اللي هيفضل متمسك بالسلاكة اللي كان متربي فيها. كل الكلام ده اللي احنا اتكلمناه رجاله، وقلنا الزغلول الناصح والزغلول الاخرس والزغلول الجرار دول اللي يخدموك في الغيه. الحمامتين اللي يبقوا زي دول يا باشا بيبقى حمامتين ليهم مستقبل عندك في النشء، بس انت اتبع الاصول والصح معاهم. وصلت يا رجاله؟ الصباح صباحكم والهوا هواكم، وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكم، والغيه غيه حب ورجوله وجدعنه، كلنا بنكمل بعض. في ظرف طارئ حصل كده رجاله معايا، الاخ صغير مبتدئ كان عامل كام حمامه. تمام، وانا قاعد في امان الله لقيته داخل عليا بكيسه وبيقول لي انا عايز ابيع الحمام ده. فبقول له وريني الحمام اللي انت عايز تبيعه. تمام، المهم يا رجاله اتفرجت على الحمامتين لقيتهم بتوع 4 5 حمامات كلهم عليهم صمايم وكلهم سن واحد. تمام، فبدات اللي انا اخد ودي معاه في الكلام، بقول له حبيبي انت عايز تبيعهم ليه؟ تمام، اديني سبب عشان مثلا اعرف ايه ارد عليه. فبيقول لي الحمام ده اول لما جبته وهو صغير، اول لما كبر حبه مربي في منير 4 عيون. بيقول لي الحمام لما جهز وبقوا يطيروا بقوا يعلوا ويروحوا قدام كده ويجوا وبتاع والكلام ده، وفجأة الحمام بقى يفتح عليه ما بيرضاش يطلع من العين يا رجاله، ما بيرضاش يطلع من العين. مسكت الحمام ببص لقيت الحمام كله رجاله عليه صمايم، عليه صمايم زي اللي انتوا شايفينها دي. بصوا صمايم اهو، شايفين صمايم يا رجاله اهي. رحت مقعده جنبي بحسن نيه اخ صغير وقلت له بص حبيب قلبي، فرد الحمام في السن ده ما ينفعش يطير. لما يطلعوا له الريشتين دول كده اللي انت شايفهم، فرد الحمام ما ينفعش يطير. كل اللي انت هتعمله معاه في السن ده يا تفضل قافله لحد ما الريشتين دول يطلعوا يبقوا اطول من اللي جنبهم بسنه صغيره، وتلاقي انبوبه الدم اللي انا وريتها له دي نشفت، تبدا اللي انت تفتح عليهم تاني وتبدا اللي انت تطيرهم تاني. اخطر يا رجاله سنين او اخطر مثلا سببين هتقابلهم في فرد الحمام هي الصمه. تمام، وفرد الحمام يا باشا لما يبقى عندك عامل كده. بصوا كده يا رجاله فرد الحمام عامل ازاي، شايفين؟ ده قلش يا رجاله، حمام موقع نواعم وتيول وجناح وكل حاجه.
الطريقتين دول يا باشا، او مثلا الخطوتين دول، او مثلا انا مش عارف اقول لكم عليهم ايه. لما الحمام عندكم يوصل للمرحله دي، سواء في قلش او عليه صمايم، الحمام ما بيطيرش يا رجاله في الفتره دي. الحمام ما بيطيرش في الفتره دي. بص فرد الحمام كده عامل ازاي، بص موقع نواعم وديل وجناح، بص ديله فاضي ازاي، والجناح نفس الكلام. ولما بيطلع له الصمه دي يا باشا، فرد الحمام ما بيطيرش. فرد الحمام في اصول غيه في السن ده، او في الفتره اللي هو بيقلش فيها، او في الفتره اللي بيطلع له فيها الصمايم دي، فرد الحمام بيتحط في الباب يا باشا وما بيتفتحش. في اصول غيه حمام بيتحط في الباب وما بيتفتحش لحد ما يخلص قلش وريشه يتستف، ولحد ما السمم تنشف. بتبدا اللي انت ترجع تعمل لهم تشميس ودش ميه، وتبدا تفوق الحمامتين تاني، وبتديهم كل اللي مطلوب منك تعمله معاهم بتعمله. لكن في في فترة القلش اللي انت شايفها دي، الحمام بيبوس فيها، حمام بيركن، وحمام بيتضرب، وحمام بيتكسح، جناحاته بتتكسر. وفي الفترة دي في حمام جناحاته بتعجز، وفي صمايم بتضرب، وفي حمام بيبقى جامد وبيتضرب غلطة بسبب انك مش صاحي مع فرد الحمام. فرد الحمام لما بيجي ينبهك يا باشا، انت لازم تبقى صاحي. الفرد اللي بيجي يتجر عليه كل يوم وبيطلع ياخد مشوار واتنين، وفجأة تلاقي مجهوده قل، لازم انت من نفسك يا باشا تمسك الفرد وتشوفه مجهوده قل ليه. لازم هتلاقي حاجة من الحاجات اللي بقولك عليها. ممكن تلاقيه تعبان، ممكن تلاقيه ما هضمش. طالما الفرد جريت عليه وما اداش معاك التأدية اللي انت بتشوفها منه كل يوم، تعرف ان الفرد لازم تمسكه بايدك وتشوفه. وصلت يا رجالة؟ في فترة القلش الحمام ما بيطيرش، وهو عليه صمايم الحمام ما بيطيرش. وصلت يا رجالة؟ الصباح صباحكم والهوا هواكم، وانا ما اقدرش انساكم، والغية غية حب ورجولة وجدعانة رجالة، وكلنا بنكمل بعض. بس لازم كلنا نتبع الاصول مع فرد حمام النش. مش مطلوب منك اكتر من كده. زي ما جهزته وهو صغير وعمل الصح، هتصبر عليه حاجات بسيطة، هيرجع تاني يا باشا أحسن من الأول. كل ما بيكبر بيحلو عن الأول. وصلت يا رجالة؟ لو عجبكم الفيديو يا رجالة ما تنسوش تدعمونا باللايك وتخشوا تصلوا على النبي. النهارده هندردشوا مع بعضينا كده يا رجالة في الفيديو ده لكل اخواتنا وحبايبنا المبتدئين، نوصلوا لهم برضو ايه معلومة صغيرة عشان تنور فكرهم في أي حاجة هم هيبقوا عايزين ينجحوا فيها. مش شرط في غية الحمام يا رجالة، اقسم بالله انا ما بتكلم على غية الحمام، انا بتكلم لاخواتي وحبايبي المبتدئين عشان تنجحوا في دراسة او في شغل او في هواية انتوا بتحبوها. هنتكلموا كده في كام حاجة هما اللي ينوروا لك مخك، وهما اللي يخلوك تنجح في اي حاجة انت عايز تنجح فيها، دراسة، شغل، هواية، اي حاجة. رقم واحد، سر من اسرار النجاح يا رجاله هو انك تجتهد. الاجتهاد رقم واحد. رقم اتنين، تشغيل المخ. انت بتجتهد وبتشغل مخك وبتصبر. التلات حاجات دول يا رجاله جزء كبير من نجاحك في اي حاجه. لو انت في دراسه وذاكرت وشغلت مخك وحفظت ودخلت الامتحان، ربنا هيوفقك من عنده عشان انت ذاكرت وتعبت واجتهدت، وان شاء الله هتنجح. لو انت اخد هدفك في شغلك وعايز تبني مستقبلك، بتشغل دماغك وبتشغل مخك وبتجتهد وبتصحى بدري وبتنزل وبتروح شغلك عشان مستقبلك تبنيه. وصلت؟ غية الحمام بقى رجالة كده، غية الحمام كده. لو انت جبت شوية أسوس وبدأت اللي انت تشتغل عليهم وتصبر معاهم، هتصرف وتجتهد وتشغل مخك وتتعب معاهم شوية عشان تنوي اللي انت، عشان تنبي اللي انت عايزه منهم. بتبدأ اللي انت تنتج، بتبدأ اللي انت تطلع زغاليل، بتبدأ اللي انت تنش، بتبدأ اللي انت تاخد كل خطوة بجديد. ملخص الكلام عشان ما اطولش عليكم يا رجاله، جزء كبير من النجاح انك تجتهد وتشغل مخك وتصبر.
التلات حاجات دول اللي ينجحوك في اي حاجة انت بتحبها وعايز تنجح فيها. وصلت يا رجالة؟ الصباح صباحكو والهوا هواكو وانتوا اخواتي وانا ما اقدرش انساكو. وبصبح على كل راجل جدع بيشاهدنا، وكل اخ من اخواتي وحبايبي بيكتب لنا كلمة حلوة. الغية غية حب ورجولة وجدعانة رجالة، وكلنا بنكمل بعض. واللي احنا متعودين عليه طول عمرنا، اللي المليان يدي الفاضي، يكب على الفاضي، واللي مثلا معاه يدي اللي معاهوش. ده اللي احنا متعودين عليه. واللي يصاحبك عشان مصلحة باشا اديله ظهرك وأكني ما تعرفوش، وما تقوليش عامله بمعاملته والكلام ده. لا، اللي يصاحبك عشان مصلحة قدر نفسك ما تعرفوش خالص. اللي احنا متعودين عليه رجالة، اللي معدن الرجال بيبان وقت الشدة. وفي رجالة ياما قوي 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 كويسة تستحق اللي انت تديهم عينيك، تديهم عينيك. وفي ناس ما تستحقش اي حاجة. وصلت يا رجالة؟ اللي عاملك برجولة عامله برجولة، واللي ما يشوفكش ما تشوفوش. الصباح صباحكم يا رجالة والهوا هواكوا، وانا طالع اصبح على اخواتي وحبايبي طبعا اللي بحبهم ويحبونا في الله. والغية غية حب. ولا يلا لو مش عارف تبقى زينا اتفرج علينا وسقف لنا. مفيش ملوك على الارض عشان الملوك في الشطرنج. اضرب عصفورة بتنقل